السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة معانا وصفة منزلها قبل كده على القناة كذا مرة، يعني محبتش اطول الفيديو اكتر من كده. معانا الفطير الابيض بتاعنا الطري او الرجاج الطري بالمرقة الصعيدي. الاكلة دي زي ما قلت لكم على طول بنعملها واساسي في حياتنا. دي التجلية منظرها كنا على فكرة كنا أكلنا، بس في حد لسه ما كانش أكل فأنا غرفت يعني ونسيت أكمل الفيديو لأن كنا جعانين. وبعد كده صورت لكم الحلة كانت ناقصة، كانت ملانة. ده منظر التجلية تحفة طبعا. عبارة عن بصل بحمره بالسمنة كده، لما يتحمر معايا يوصل للون الذهبي. بعد كده احط ملح يعني وفلفل وسمنه واحمر فيه. بعد كده هفرم طماطمتين 2 عشان ما يحدقش معايا، واطش بيها تتسبك وازيدها بالشوربه اللي انا سلقه فيها اللحمه او الفراخ، واسقط فيها لحمه او فراخ يعني اللي انت عاملاه، ومش اكتر من كده. يلا بينا نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. العجينة بتاعت الرجاج او الفطير عبارة عن 100 ورشة ملح، مش اكتر من كده. الدقيق على حسب الكمية اللي انت عايزاها وعلى حسب نوع الدقيق اللي عندك. هخليها عجينة طرية ملزجة عشان الفطيرة تكون حلوة معايا. انا عجنت كده وسبتها ربع ساعة ترتاح عشان يكون ملمسها حلو، وعشان بما ان الدقيق اللي انا عاجنة بيه اللي هو الفطير فينو فاخر، حطيت معلقة سمنة هلم بيها العجينة، ما تخافيش. معلقة السمنة دي بتطر معايا الفطيرة. السر في طراوة الفطيرة لان لو عاملاه دقيق بلدي زي بتاعنا، بصوا ملمس العجينة حلو جدا وطرية وحلوة. هسيبها برضو ترتاح ربع ساعة، بعد كده هقطعها كور. لو حاطة جمح على فينو ما احطش، يعني الفطيرة بتطلع معايا طرية. فهنا العجينة فينو من الفخر اللي فيه العرق، عشان كده هتمط معايا والفطيرة هتطلع ناشفة. معلقة السمنة دي هتطر معايا الفطيرة وهتخليها بسم الله ما شاء الله حلوة خالص. فضلت كده اعجن لما اختفت السمنة خالص، وبعد كده زي ما قلت لكم يا بنات هسيبها ترتاح ربع ساعة عشان ما تشدش معايا، لان نوع الدقيق ده فيه عرق. سبتها كده، بصوا بسم الله ما شاء الله. العجينة بعد ما ارتاحت ربع ساعة زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. بقطعها كور كده على حسب انت ما بتفردي الفطيرة، يعني مش بقطعها كور كبيرة عشان افرد الفطيرة ما تبقاش كبيرة جدا كده وتبقى حلوة. يعني هقطعهم كده كور واعفرهم بالدقيق عشان ما يلزقوش على بعض. على فكرة انا عاملة فيديو كامل بالتجلية بالفطير كذا مرة على القناة. لو عاوزين خدوا كده لفة في القناة وان شاء الله يعجبكم. كده خلصت الكمية، قطعتها كور. هنا بدأت افرد، نزلت كده تحت عند الفرن، وبعد كده بدأت افرد. طريقة الفرد سهلة خالص. بصوا يعني بنحب نفرد كده بالعود، والطبق ده اللي احنا بنفرد عليه اللي عاملينه كده من الورق، وده اسمه عود. برضو بنشتريه كده من عند النجار يعملوه مخصوص بنفرد بيه. بصوا لما سبت العجينة هترتاح معاك، بتتفرد بكل سهولة. يعني طريقة الفرد دي سهلة للي متعلمها طبعا. اللي مش متعلمها تفردها عادي بالنشابة وهتطلع معاك زي الفل. مش هكبرها يعني قوي عشان ايه بتبقى حلوة يعني كده. اللي ياكل كده ما تخدرش معاه، ياكلها كلها ما تزيدش منه وينشف وكده. فاهمين يا بنات؟ يعني مش بنحب نكبرها كده، يعني تملى الطبق، يعني في الحدود المتوسط يعني. فزي ما انا قلت لكم اختصرت على قد ما قدرت في الفيديو لان هو الصراحه طويل، وانا اصل منزلاه قبل كده يعني على القناه. اللي حابب يشوف الطريقه من الالف للياء يعني يلف لي كده لفه في القناه. تمام يا بنات؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شجعونا كده باللايكات ومشاهدة الفيديو والكومنتات الحلوة بتاعتكم، عشان ما يأست كده. أنا بيأس بسرعة والله، ونفسيتي زي الزفت الأيام دي بسبب حالة الوفاة اللي عندنا يعني. أقسم بالله عشان القناة ما توجعش بعد المجهود اللي أنا عاملاه فيها. كنت ما يعني ما صورش ولا اسجل، لان والله العظيم النفسية زي الزفت. بس والله العظيم، بس انتوا عارفين طبعا موضوع القنوات ده يعني كأنه شغل ما ينفعش يوقف، لان لو ما صورتش تقريبا يوميا او يوم بعد يوم فيديو، القناة طبعا آه، هت هتنزل كده خالص، ما هيبقى مفيش فيها مشاهدات. واصلا يعني المشاهدات عليها ضعيفة، بس يعني الواحد ايه، الحمد لله مش هيأس من رحمة ربنا، وان شاء الله نكمل مع بعض وربنا يكرمنا ويكرمكم. لازم تكون الفرن سخنة انت بترمي الفطير عشان ما ينشفش منك. وبص هنحطه هنقلبه زي ما شفتوه على الناحية دي ونطلع على طول، ما بياخدش ثانية الا ثانية على الفرن، لان عشان كده ما ينشفش منك. لازم الفرن النار تكون عالية. وهكون محضرة كده كرتونة او طبق فيه طبعا قماشة كده تكون نظيفة وكيسة، وهطبقه بالطريقة دي وهلفه مع بعضيه كده عشان يبقى معايا طري. وده شكل الفطير يا بنات بعد ما طلع. بصوا طري كده ازاي، بوريهولكم طري كده ومستوي برضه في نفس الوقت وطعمه حلو. بنطبقه يعني بالطريقة دي. احنا كنا اكلنا زي ما قلت لكم، كنا جعانين ونسيت اكمل اصور الفيديو. يعني الواحد في توهان والله العظيم زي ما بقول لكم. الحمد لله على كل حال، بس كان في حد تاني بياكل فافتكرت اكمل التصوير يعني. ده التجلية زي ما بقول لكم، بصل هحمره يوصل للون الذهبي. هترش الطماطمتين طبعا يتسبك، هزيده بالشوربه اللي انا عامله بيها الفراخ او اللحمه، وتسقطي فيها الفراخ او اللحمه، مش حابه تحمريها زي ما بتحبي يعني. وده منظرها وشكلها وطعمها تحفه والله العظيم تجنن. ومعاها كده الفطير، وكنت حاطه فيها فراخ. في ناس بتحب يعني عندي في العيال فراخ تبقى في وسط التجلية، وفي ناس بتحبها محمرة. وبالهنا والشفا طبعا للي أكل، وبالهنا والشفا ليكم. ودعمونا، شكرا ليكم، شكرا على المتابعة. دعمونا باللايك ومشاهدة الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.